السلام عليكم مرحبا ديالي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما خاصكم حتى خير. نشارك معكم ان شاء الله واحد الطاجين ديال الفرخ وواحد جوج وصفات كيجيو رائعين ولذاذ بزاف. ونبداو بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم آمين. المهم عندي هنايا الحوت ديال الفرخ ها هو، درت معاه شوية الحامض، غسلتو درت معاه شوية حامض. وعندي الربيع، وعندي قزبر يابس وحار وتومة ضامة بنة ضامة زعفران، وعندي هنايا السبانيخ او لي زيبينار كل واحد كيفاش يقول ليهم. المهم غسلتهم مزيان، درت لهم واحد البانيو كبير وغسلتهم مزيان، وغادي نديرهم يتفوروا، ما غاديش نسلقهم نفورهم باش ما يهزوش ليا الماء بزاف. وهنايا عندي بصيله وعندي شويه الروز ها هو. المهم عندي الزيتون شويه الحامض البصله والربيع والفرخ، هادشي اللي كاين. المهم قطعت هادشي بعد ما وجدتو، انا وجدتو شاركتو معكم. يعني الربيع، عندي الربيع هنا، وعندي البصله وعندي القزبر يابس، شويه الحار او السودانيه، الثومه محكوكه، وعندي القزبر يابس. ما نقصش شويه من الربيع لان بزاف. المهم الربيع خصني نخدم به الوصفات اللي غندير بثلاثه. ندير شويه دامة البنة غير شويه، ما كنكترش، ندير شويه شويه باش يطلق هداك اللون الصفيفر وصافي. بحال ندير خرقوم عادي. المهم انا غندير هذيك دامة ديال الزعفران ودامة ديال البنة غنحكها. غنحك ديال الزعفران حتى هي. المهم نفرتتهم باش ما يبقاوش محجرين، باش المذاق ديالهم يدخل مع الحوت وداكشي. المهم غنخلط هادشي مزيان، هاد سميتو الشرموله كلها. ما غنديرش الحامض لانني انا غاسله الحوت بالحامض، ما فهمتي يعني باقي فيه الحامض، مبغيتش نكثر الحامض، مبغيتش يجي حامض بزاف. المهم 3 طريفات على حساب المقادير، كل واحد يدير على حساب المقادير الناس اللي عنده. انا وبنتي الله يجعل البركه لكم، ديروا المقادير على حساب الافراد العائله ديالكم. واللي وصل معايا مثل هنا ما ينسانيش من لايك ومن ابوني وتعليق زوينين، بارطاجيو مع الحبيب ديالكم، الله يسهل امركم. وكنشكر كاع اللي دخلوا عندي جداد من عند خالد يوتيوب، وكنشكرو بزاف الله يسهل عليه. ومن عند ام وليد الله يعطيها صحيحتها ويسهل عليها يا ربي، ام وليد وقطاتي. ومن عند خالد يوتيوب معروف تبارك الله عليه. ودابا درت شويه زيت في الطاجين ودرت بصيله، وغادي ندير داك الحوت فيه، الحوت او السمك ديال الفرخ. الحوت ديال الفرخ كيجي زوين ولذيذ بزاف. وندير شويه الزيتون معاه صافي. وغادي نديرو ان شاء الله فوق البوطه، نزيد واحد شويه زيت من الفوق. انا ما درتش الزيت في الاول باش نخلي ديك العطريه تدخل مزيان مع الحوت. عاد درت دابا من الفوق شويه، وغنديرو فوق البوطه. وغنكمل معكم ان شاء الله الوصفات الاخرين. ونتمنى يعجبكم هادشي اللي كنشارك معكم، وشجعوني الله يسهل عليكم. المهم درت شويه الربيع، درت شويه دامة البنه، غندير شويه الحار او السودانيه، شويه القزبر يابس، هادشي اللي كندير. غندير شويه الثومه، غندير سميتو دامة البنه شويه تا هكا، غندير شويه الزيت. المهم نخلط هاد سميتها كلها، هاد الشرموله كلها. غادي نزيد مع الحوت عفوا الروز باش نشرملو، وعاد نديرو
ونخلطو داكشي مزيان باش يدخل مع ديك الشرمولة. هكا ملي كديرو الطريقة وتتقليوه عاد كتزيدو عليه الماء ما كيجيش بحال سلقتوه نيشان. المهم عندي هنايا السبانخ بعد ما درتها فارت يعني تفورات، فارت مزيان في طابت. دابا واش درت في الشرمولة عندي هنا شوية الحار او السودانية، شوية القزبر معدنوس، تويمة، ضمة البنة ديال الزعفران، ضمة البنة وضمة الزعفران، شوية الحار وتويمة، هادشي اللي كاين. نتمنى يعجبوكم هاد الوصفات اللي شاركت معاكم، الله يسهل امركم. ولا عجبوكم شاركوا، ديرونا لايك وابوني، شجعونا، الله يسهل عليكم ويحفظكم يا ربي. هاد الصبانخ راه زويونين، هما البقولة كيجيو زويونين مفيدين، راه فيهم فوائد حتى هما صحيين. مرة الواحد يديرهم. انا شاركت معكم سميتو العطرية اللي قلت لكم، شوية الحار او السودانية، شوية القزبر معدنوس، شوية تويمة، ضمة الزعفران، ضمة البنة، قزبر يابس، هادشي اللي كاين. غادي نزيدو واحد شوية ديال الحامض نعصرو عليه. المهم غادي نديرو نقرجو بحال هكا حتى ما قرطتوش ملي بغيت نسلقو، يعني طاب وعندنا نقطعو. انا غنجيب القرادة ديال الربيع ونضربو بالقرادة ديال الربيع. وهادشي اللي كاين الحباب ديالنا، ونتمنى يعجبكم هادشي البسيط اللي كنشارك معاكم، شي حاجه بسيطه، داكشي اللي كنديرو في النهار ديالنا تنعاود نشاركوه معاكم. يعني حنايا دايرين يومياتي، خصنا اي حاجه درناها في النهار نشاركوها معاكم. ونتمنى يعجبوكم هادشي اللي كنشارك معاكم، نتمنى تستافدوا مني شي حاجه. وكنشكر كاع اللي دخل عندي ودار لي ابوني ودار لي لايك تفرجي في الفيديو ديالي، كنشكرو بزاف. واي واحد دخل عندي راه كندخل عنده. نتمنى نشجعوا بعضياتنا، واي واحد شاف شي فيديو دخل شي فيديو يتفرج فيه كامل، انا كنتفرج فيهم كاملين. وحتى اللي كنت زربانه على الاقل 5 دقائق 4 دقائق باش كتحسب المشاهده، الله يسهل امركم. حيت الا دار لايك وخرج راه ما كيتحسب لا لايك لا مشاركه لا والو، الله يسهل عليكم. ممكن نقرضهم مزيان. وغادي نقطعهم مزيان هكا بالطريقه باش يجيو مقطعين رقاق صافي. وغادي صبانخ راه زوينين صحيين، فيهم تما فيهم الحديد، يعني المهم فيهم مزيانين بزاف، بحالهم بحال الكبده بحال العدس بحال السرديل تا هما داكشي اللي في المواد الحاجه اللي كاينه في داك سميتو كتوافي راه زوينين. وكاع الخضره اللي كتكون في الوقت ديالها الواحد يستافد منها. غادي نعصر مع شويه الحامض، بغيت زعما طيح لي ديك الزريعه ديالو، ولكن ماشي مشكل غطيح وغنحيدها. المهم غنعصرو مع الحامض. انا ما بغيتش نجرب لكم الفيديو باش مبتدئين وداكشي يكون يعني شوفوا داكشي من الاول حتى الاخر. هذاك الشيء بغيت نجرب الفيديو، ما بغيتش نقطع منه شحال دي من حاجه. المهم انا درت ليه بحال الشكل ديال البقوله، صيبتو بحال الشكل ديال البقوله يعني بالحامض وداكشي. عنده بزاف ديال الطرق باش يطيب هاد الصبانخ او لي زيبينار، عنده بزاف ديال الطريقات. يمكن لينا نفورو ونخليوه يتقطر مزيان
ونديرو معاه سميتها، مشات ليا سميتها، هذيك لاصوص بيضا اللي كنديرو مع الدقيق والحليب والفرماج، نديروه في الفران حتى كيجي واعر. يمكن نديرو معاه نسلقوه شوية سميتو شوية الكمون وزيت زيتون، الزيتون كيجي زوين. المهم هي الفائدة اللي كاينة فيه، انا زدت شوية زيت زيتون، درت واحد المعالقة جوج معالقات ديال زيت زيتون، ما بقاش ليا زيت زيتون نزيد شوية، ومن هرس هاديك ضامن ديال الزعفران مزيان، نخلط هادشي مزيان وغادي نديروه ان شاء الله يطيب. المهم الحباب ديالي اللي وصل معايا حتى لهنا ما ينسانيش من ابوني ومن لايك تعليق وبارطاجيو مع الحباب ديالكم، وشكرا لكم بزاف. شي بسيط اللي تنشاركو معكم، المهم كل واحد والطريقه ديالو، كل واحد كيفاش. وهادشي اللي كاين الحباب ديالي. ندوزو دابا ان شاء الله للرز. الرز بعد ما درتو في هاد الكميله غادي نديرو فوق البوطه، ودرت حتى هو درتو في الطاجين، واحد الطواجين صغاور ورشعته فوق البوطه. وعندي هنايا الطواجين ديال الفرخ، ها هو تبارك الله وطاب. والرز تا هو راه كيتقلى، ما نخليه يتقلى مزيان باش ما يجيش نيشان، سلقناه نيشان ما كيجيش زوين، كيجي معجن. ولا قليناه مزيان عاد درنا ليه الماء كيجي واخا هو داك اللي داك ماشي داك الروز العادي، يعني ما كيجيش، كيجي غير فرقه على اختها، ما كيجيش ملصق ومعجن بحال الا خوينا عليه الماء وسلقناه نيشان. ديما الروز الا بغيتو يجيكم زوين قليوه. المهم درتو فهاد ديال الكيكه، درت فيه شويه درت فيها شويه زيت ودرت فيها الروز، وغادي نقلبو هكا في التفصيل. المهم باش العين حتى هي كتاكل، كنقاد داكشي باش يجي زوين باش العين حتى هي كتاكل، يعني المنظر اللي كان زوين ديال الماكله راه كيشهي، ماشي بحال داكشي مرول. وجا زوين وجا معلق وجا واعر، المذاق ديالو جا زوين بزاف. وها هي سميتو تا هو طاب، غادي نشدو غنديرو هكا وسط الوسط، طاب وجا زوين. هاد الصبانيخ او المهم داكشي ديال بحال داكشي البقوله، المهم الصبانيخ كنقولو ليه او لي زيبينار. ونديرو الزيتون هكا، المهم نقادو شويه نحرقو شويه. ونتمنى يعجبكم هادشي اللي كنشارك معكم الحباب ديالي، الله يسهل امركم والله يعطيكم داكشي اللي كتمناو. وكنشكر كاع اللي شارك ليا، يا من برا يا من المغرب يا من خارج المغرب وداخل المغرب، كنشكركم بزاف. وكندخل نشارك نشكر كاع اللي دخلوا عندي جداد، كنشكرهم بزاف. وكنقول لهم الله يوفقنا يا ربي جميعا، والله يعطي قنواتكم كلهم يا ربي يوصل المليونيه بالصحه والسلامه يا ربي وطول العمر، داكشي اللي كتمناو، وبالخير بالرزق يا ربي وبالصحيحه. انا ما كانت صحيحه راه ما كاين والو. ونشجعوا بعضياتنا، اللي دخل عند واحد يتفرج لي في الفيديو كامل باش زعما داكشي المساهمه اللي دارت تبقى ما تمشيش. هو الشكل النهائي ديال الطويجين هكا، ولا الروز سميتو جا هكا، والخبيز وهادشي اللي كاين. وانا درت الحوت